سقوط جديد للأبيض تحت قيادة كريستيان جروس مع مطالبات شيكابالا بالاعتزال، وشيكابالا بيرد. خناقات كتيرة وتفاصيل أكتر في مباراة الزمالك وطلائع الجيش، وده طبعا بعد تعادل الفارس الأبيض للمباراة التانية على التوالي تحت قيادة السويسري كريستيان جروس. فهل الحدوتة سببها تحكيم ولا جماهير ولا لعيبة ولا مجلس إدارة ما دعمش بشكل كبير ولا كريستيان جروس ناسي اللعيبة أصلا؟ تيجي ندردش واحدة واحدة، يلا بينا. في الحقيقة كده نادي الزمالك ظهر بأداء باهت جدا، أداء لا يليق بمدرسة الفن والهندسة، ولكنه بيظهر تحت قيادة السويسري بشكل أضعف ما كان بيظهر تحت قيادة جوميز. فانت هنا بتبتدي تتفرج على المدرب صاحب ال70 سنة اللي انت جايبه ينقذ مركب كانت ماشية اصلا. ففي الحقيقة كده هل اختيار كريستيان جروس كان صح؟ محدش عارف، ونجاح كريستيان جروس من عدمه ده في علم الغيب. اما بقى مطالبات شيكابالا بالاعتزال، عايزك تتخيل معايا كده ان شيكابالا صاحب ال 38 سنة هو البديل الفعلي لحسام اشرف، وده على حسب اللي عمله كريستيان جروس في مباراة امبارح. طلع لعيب في بداية العشرينات علشان تنزل شيكابالا. فانت من هنا بتبتدي تدخل في عمق قائمة نادي الزمالك وتلاقي ان الراجل السويسري ما عندوش حلول الا عمر فرج طبعا اللي على الدكة. لكن اللي حابب اقوله لك عزيزي المتابع ان كريستيان جروس مش مقتنع اصلا بعمر فرج وعايز يخلص منه في يناير قبل الصيف. ففي الحقيقة كده المشاكل بتزيد جوه النادي الأبيض. مطالبات شيكابالا بالاعتزال، زيزو لسه ما جددش وهيدخل على يناير هيبقى فري. فيا ترى هتروح على فين مركب الفارس الأبيض؟ تفتكر انت هتروح على فين؟ سيب لنا رأيك في الكومنتات.